صباح الفل. نرجع تاني لإبراهيم العرجاني. الظاهر إن هو يبقى له فيديوهات كتيرة معانا اليومين دول، اللي عمال يقول لك إن هو فخر الثانوية وإن هو رئيس اتحاد القبائل العربية. امبارح ظهر بيان من قبائل عربية بيستنكروا فيه إن هم فوضوا المجرم ده الإرهابي تاجر المخدرات اللي عمال السيسي بينزل تلميع فيه وعمال يعمل له أغنية أهو. الحاج إبراهيم العرجاني فخر السيساوية مش فخر الثانوية. إبراهيم العرجاني ما بيمثلش القبائل العربية زي ما هم عايزين يوضحوا لنا. القبائل العربية طلعت بيان امبارح واستنكروا الكلام ده. إبراهيم العرجاني كان صبي تاجر مخدرات، خطف ضباط وخطف عساكر من الجيش والشرطة وساومهم في رمضان. لو حد فاكر ولا ما تكونوش اصحاب ذاكرة السمك. إبراهيم العرجاني اللي طالع بيستعرض ب10 وفي مقولة أخرى بتقول 20 عربية كادلاك سكليت. عربية كادلاك سكليت هنا ما بيركبهاش غير رؤساء أمريكا، يعني حاجة من أفخم العربيات. لا ودي كمان استنى بقى زفت، كفاية عليك بقى كده. العربية دي كمان مصفحة، يعني مش يعني احنا عندنا هنا الكادلاك سكليت ب120,000 $. اضرب 120,000 في 50، لكن دي مصفحة يعني تمنها الواحدة 25 مليون جنيه. وبيقول لك من تجارة الزيتون. تجارة الزيتون يا مجرم، يا بتاع مخدرات، يا بتاع الشركة اللي انت، يا تاجر الحرب، يا تاجر الدم اللي بتاخد من كل فلسطيني غزاوي طالع رايح دولة تانية أو طالع يتعالج في مستشفى وبيته اتهد واتخرب واتقتل أهله وناسه، بتساوموا على $5,000. يا مجرم، انت مفكر ان احنا هنسيبك؟ تبقى عبيط لو انت مفكر ان احنا هنسيبك. احنا مش هنسيبك غير لما تتعلق على المشانق، انت واللي مشغلك السيسي والمعلم